بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات في فيديو جديد. جيت نحضر معاكم هذه التومة الاقتصادية بالكاوكاو. تخرج لنا نقول 600 غرام تاع كاوكاو، خرجت لنا قريب 40 حبة تاع حلوة التومة بحشو قنبلة في البنة. شكل رائع بطريقتين مختلفتين. ما نطولش عليكم ونروح نبداو الوصفة. بسم الله على بركة الله. عندي هنا نبداو بالحشو. عندي نخدمو كريمه الزبده اللي رايح نلايمو بها الحشو. عندي ملعقه كبيره تاع مارغرين، انا استخدمت اوبلين. ضفت لها 2 مغارف كبار سكر، ملعقه كبيره تاع شوكولاته الطلي. ضفت لها 2 مغارف كبار تاع الزيت مع 2 مغارف كبار تاع شونتيي. وطلعتها ضربتها وطلعتها حتى ضاعف الحجم تاعها، خليتها تبرد. وجبت لهنايا عندي هذا المادلان نشروه من برا، تقدروا تستخدموا اي جينواز تكون عندكم. انا نحب نستخدم المادلان باش تطول معايا. عندي ايضا هنايا كاطو كنت رحيته. وعندي كميه من المكسرات، كاوكاو ولا اي مكسرات. حطيت كاس تاع كاوكاو، كاس تاع المادلان من غرفه كبيره تاع كاكاو. خلطتهم وجيت ضفت كريمه الزبده هذيك. يلخصني الكاطو راني نزيد حتى تولي لنا عجينه تكون طريه، لازم تكون طريه. وعندي هنايا شوكولاتة الطلي، حطيتها في بوش وجبت ورق طبخ حطيته على صينية وجيت عملتها هكا بدوائر صغار باش نحطهم في المجمد يتجمدوا ونجي نحشي بيهم الحشو تاعي. ناخد كمية من الحشو، انا درت هنايا 15 غرام. حطيته في هذه الكرية تاع الشوكولاتة الطلي وكورته وحطيته في المجمد يجمد. لهنا بالنسبة للعجينة تاع التومة، عندي هنايا 600 غرام تاع كاوكاو كنت حمصته شوية برك ورحيته. ضفت له 400 غرام تاع سكر ناعم، وضفت له ملعقة كبيرة تاع لافاني. ورجعت طحنته في الروبو وعاود فوتته في الصفاية هذه هكذا كما راكم تشوفوا بالاستعانة بيدي. لازم باش نهبطه كامل ويقعد لنا هذا الدقدق الرقيق. نجي نضيف له ملعقة كبيرة تاع مارغرين، استخدمت عطر لافاني، وملعقة كبيرة تاع الجلوكوز. ليمته بشوية تاع الماء المعدني بالك وبرك يجرى معاكم. وحطيت ملون أبيض حتى نتحصلوا على عجينة تكون أطرية. وقسمت العجينة إلى 2، نصها خليته بيض والنص الثاني لونته باللون البنفسجي. وزنت العجينة لهنا عندي 35 غرام، جاتني 40 حبة. جبت من الثلاجة الحشو اللي كان راهو جامد باش ما يذوبش معكم، يذوب ليه هاي السخانة. حشيتهم بهذه الطريقة وكورتهم هكذا. نفس الشي باللون البنفسجي نحشيهم بهذه الطريقة، يعني الفيديو راه يوضح كل شيء. نجيب لهنا الملمع ذهبي ابيض، نلمع كاع الحبة تاعي. ونجيب لهنا بانسو ولا موس على ظهر تاع الموس، ونجي نقسم على 4، نقسم على 2 وبعد على 4 وبعد. المهم ما ندخلوش كامل للنص، ما نوصلوش للنص. بهذه الطريقة يجوا باينين.
اما بالنسبه للبنفسجي نجي نحطهم ما بين المشطه وندور حتى نتحصلوا على هذا الشكل. وعندي هنايا الورود اللي كنت خدمتهم بعجينه السكر مع هذا الورد، زينتهم تزيين بسيط، جاو ما شاء الله. وما نحكي لكمش على البنه، يعني ماشي شرط لازم يكون عندكم اللوز باش تخدموا هذه الحلوى. والله صدقوني جات من اروع ما يكون، بنه ولا الشكل تاعها ولا الطراوه تاعها، وتقعد لكم بزاف. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم، تجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات. ما تنسونيش بالجيم والبارطاج وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كاع جديد. بقى لي نقول لكم سلام.